تفتكر يا صديقي الأهلاوي وصديقي المصراوي في أمل إن النادي الأهلي يكسب ريال مدريد؟ عايز أقول لك والله ما في حاجة بعيدة على ربنا ولا في حاجة غريبة في كرة القدم. يعني النهارده ريال مايوركا بيكسب ريال مدريد 1-0. ومين بقى اللي بيدرب ريال مايوركا؟ أجيري اللي كان بيدرب منتخب مصر وكنا بنقول عنه مدرب تعبان قوي مش عارفين جبناه ازاي والله. النهارده كسب ريال مدريد 1-0. ما بالك بقى بكولر والنادي الأهلي لو ركزوا شوية في المباراة وحمدي فتحي وديانج والسولية كده مسكوا نص الملعب على مودريتش وتشواميني وحكموا عليهم الملعب كده، ومحمد هاني مع حسين الشحات راحوا مسكوا على فينيسيوس وقرصوا عليه شوية. والله في أمل، والله في أمل. تعالوا نخلينا نتفائل كده، والأهلي ممكن يعملها ويكسب ريال مدريد. نفوق شوية في ايه يا جماعة، وما نجريش ورا ناس بياعة. اللي استغنى برا دماغنا يمشي وغيره يجي في ساعة. ايه يا يا جماعة. جماعة مالكم متفاجئين ليه من اللي عمله الكابتن عصام الحضري ان هو ساب منتخب مصر الاولمبي واللي هو عنده ماتشين مهمين جدا في تصفيات افريقيا ويروح عشان عنده فرصة تدريبية كبيرة جدا في منتخب سوريا؟ طبعا اوعى تكون بفكر ان الاسباب هي اللي في دماغك دي هي اللي خلته يمشي. لا لا لا، مش دي الاسباب خالص. دي في اسباب تانية خالص، في اسباب انسانية، في اسباب ان هو عايز يروح فرصة كبيرة لمنتخب اكبر من منتخب مصر، يتشاف ويبقى ويكبر مسيرته. اوعى تفكر في اللي انت بتفكر فيه ده. لا لا، إيه جمهور الاهلي عارف جمهور الاهلي بيفكر في ايه، ان هو سابنا وراح سيون عشان فلوس زياده وبتاع. لا لا، مش هو ده السبب.